السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم حبيباتي؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف صحة وعافية، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت وجبت لكم واحد الوصفة هايلة بالبزاف. هاد الجاتو اللي يسموه جاتو الفرماج ولا حلوة الجبن، اقتصادي، يقطع كمية لا بأس بها، والأهم الأهم أنه بنين وطري، يعني الصورة تعبر عن نفسها. هاد الوصفة تاعي أنايا، جربوها وإن شاء الله يا ربي راح تنجحوا فيها. هنايا واش نسحق كمية 250 غرام تاع الزبدة. كانت عندي اون بوا تاع ماغارين، قسمت على اثنان. نسحق ليكستري دو فاني. عندي فنجال تاع الزيت العادي، ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى، ربع ملعقة تاع سكر بودرة، زوج ملاعق تاع المايزينا. عندي هنايا 5 حبات تاع جبن مثلث. وعندي المكون اللي سته انايا واللي راح يعطي ذوق بنين بزاف في الكاطو تاعنا، هو لو توبينغ اللي نزينو به المثلجات. انا درت 2 ملاعق، تنجمي تضاعفي الكميه راح يجيك بنين بالبزاف. نحط كمية 250 غرام تاع الزبدة أو المارغرين. نضيف لها حوالي ربع ملاعق تاع سكر غلاس ولا سكر بودرة. أنا للأمانة حطيت 3 ملاعق، لخاطرش زوج تاعي ما يحبش الحلاوة بزاف في الكاطو، لكن من المستحسن ديروا 4 ملاعق. هنايا نحاول كيفاش ندمج هذاك السكر غلاسي مع الزبدة. إذا عندك الخلاط الكهربائي راح يسهل عليك المهمة. وهنايا نضيف فنجان تاعي تاع الزيت ونحاول كيفاش ندمجهم مع الزبدة والسكر غلاس. هنايا نضيف ليكستري دو فاني. الا كان عندكم ليكستري دو فاني بودر استعملوها، ولا كان عندكم هادوك الساشيات تاع سكر فانيليا، معليش ما فيها بس. المهم تكهي الكاطو تاعك باش يجيك بنين. نضيف 2 ملاعق تاع لو توبين كيما فهمتكم، تنجموا تضاعفوا الكمية، يعني تقدروا تستعملوا 4 ملاعق تاع لو توبين، راح يعطيكم ذوق بنين بزاف الجاتو. يعني صدقوني هاد اللمسات هما اللي يعطوا بنة للحلويات تاعنا الاقتصادية. من بعد اللي خلط التوبينغ تاعنا نضيف الفرماج تدريجيا. وهنايا كنصيحة، ماذا بيك تستعملي الفرماج اللي يجي شوية طري باش يساعدك في عملية الدمج. ونزيدو 2 ملاعق تاع المايزينا. ونبدا نضيف الفرينة. ضفت الكاس الاول وزدت له ملعقة تاع خميرة الحلوى. نخلط مليح لافارين تاعي مع الزبدة والمكونات الاخرى. نضيف الكاس الثاني ونبقى نخلط باليد تاعي باش نحس بالعجينه وما تغلبنيش لافارين. هنا كيما راكم تلاحظوا ما رانيش نعجن، راني نلف العجينه تاعي باصابع الايد.
هنايا نضيفو الكاس الثالث تدريجيا. هنايا ما تحاوليش تحطي الكاس تاعك على ضربه، لخاطرش راح تغلبك لافارين. وكيما نعرفوا كاين نوعيات تاع الفرينه اللي تشرب وكاين نوعيه اللي ما تشربش. دونك دو بريفيرونس الكاس الثالث حطيه على دفعات. وهنايا انا راح نزيد نص كاس تاع فرينه، لكن نبقى نحطها بالمغرف، يعني نزيد بالمغرف حتى نكمل نص الكاس الرابع عفوا. سما هنايا استعملت 3 كيسان ونص. تقدري نتيا تستعملي قل مني ولا اكتر على حسب النوعيه تاع الفرينه اللي عندك. هنايا القوام تاع العجينه تاعك يليق تنتبهي له مليح مليح، ما يليقش تكون طريه بالبزاف، لان الحبه تاعك في الفرن راح تطيح لك. وما يليقش يكون قاصح، لخاطرش بعدا ما راحش تجيك طريه وبنينه. هنايا خلاص نروح نجيب سنيوه نحط لها ورق الطهي، ونبقى نفورمي في الحلوى تاعي. نحكم بالحربوش ندير هكا بالطول، ونديره شويه ركيك. ولا نحاول كيفاش نسويه. ونقسمه على شكل دي لوزونج، يعني على شكل معين. هنايا الا ما عندكش الميزان في يدك، رفدي الحبه تاعك وقيسي بها الحبات الاخرين. انا من نقول لك الميزان في يدك صافي با دير بلي عندك ميزان، يتسمى ما تعرفيش تقسمي الحبه على حسب اختها. يعني هذا الشيء عادي بالبزاف، كامل كي بدينا نتعلموا الكاطو كنا نكبروا حبه ونصغروا حبه حتى لي والفنا. هنايا نحاول كيفاش نسقم الحبات تاوعي من مور اللي قسمتهم على هذا الشكل، ونحطهم في الصنيوه تاعي. نحاول نخلي هكا بعد بيناتهم ماشي بزاف. مع العلم اني استعملت ملعقه صغيره تاع الخميره، ماشي كميه كبيره، يعني ما راحش يتضاعف الحجم تاعه، راح يكبر غير شويه. ننساوش نسخنوا الفرن على درجه حراره 150 الى 160 درجه، نطيبوا حوالي 25 دقيقه. هنا غير يحمر من التحت نخلوه غير شويه ونجبدوه. هنا طريقه اخرى باش تقطعي الكادو تاعك، هذه طريقه شابه تاني بزاف. تجيبي حربوش تبسطيه وتقطعيه على شكل مثلثات. شوفي كيفاش يجوا متحوفين، الله يبارك. هنا الكادو تاعنا راهو طاب، شوفوا كيفاش جا حمر من تحت، والله يبارك جا طري يتفتت غير وحده. نروحوا لطريقه التزيين. تنجمي تزينيهم بالكونفيتور مربى المشمش، خفته بشويه تاع الماء زهر. عندي كاوكاو هنايا حمصته وطحنته خشين. نحكم الحبه تاعي نطليها بلا كونفيتور ونحطها في الكاوكاو ونرمدها مليح ونحطها بجيه. تقدري تستبدلي الكاوكاو بنواه كوكو ولا بالقفات المطحون. هنايا عاود كي دقت الكاطو تاعي جاني شويه شويه صامت. دونك جي بريفيري باش نعسله. سخنت شويه العسل غطست فيه الكاطو تاعي ومن بعد رمته في الكاوكاو. يعني بهذه الطريقه راح الحبه تاعك تغلف لك مليح بالكاوكاو، خير ما دير لا كونفيتور. لكن اللي يحبوا الكاطو تاعهم شويه صامت دو بريفيرونس يستعملوا المعجون. شوفوا الله يبارك قطع لي كمية 65 حبة. هنا ديجا راهم كالين منهم شوية، جا شباب وخفيف، يعني الصورة تعبر عن نفسها. شوفوا كيفاش راهي تفتت غير وحده. نقسم لكم حبة وتشوفوا. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتقولوا لي في التعليقات كيف جاتكم. اذا ما اشتركتوش معايا اشتركوا معايا في القناة، ادعموني باللايكات وبالتعليقات الجميلة اللي كيما نتوما. تهلاو في روحكم حبيباتي، نتلاقوا ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامة.